بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم الزينات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم جبت لكم حلوى جافة يومية بزاف بنينة بمقادير بسيطة وتقطع كمية ما شاء الله وتجي تذوب ذوبان. هنايا بسم الله على بركة الله بدون إطالة البنات نبداو في الوصفة مباشرة. هنا نجيب الغيسيبيون تاعي، عندي زوج حبيبات كبار تاع البيض، نديرهم كاملين البنات، نزيد لهم تاني قريصة تاع الملح. وهاد الوصفه تجي زاكيه البنات، تقطع لكم اكثر من 44 حبيبه، والحبيبات كيما شفتوا ما شاء الله كبار وتبارك الرحمن. هاد الوصفه بنينه بنينه بنينه. ان شاء الله البنات جربوها وان شاء الله تعتمدوها باذن الرحمن. هنايا هاد الكاس اللي كامل عندكم البنات في الدار، درت كاس قلربه تاع سكر ناعم. نخلط هذاك السكر الناعم مع هذاك البيض. من الافضل البنات تفوتوا السكر نتاعكم في الباسواغ في هذه المرحله ونخلطوا غير بالفوي البنات، لا باطور لا والو. وصفه بزاف سهله وبزاف مبسطه. هنا عندي مغرف صغيره نتاع لافاني البنات، وعندي مغرف كبيره نتاع نواه كوكو، ثاني تعطيها بنه ولا اروع. وهنايا البنات عندي بنفس الكاس اللي عبرت به رايحه ندير هنايا نص كاس تاع لا مايزينا، ما يعادل زوج مغارف كبار. نكملوا البنات نعبروا بنفس الكاس، ندير كاس قل ربع قل اصبع البنات نتاع زيت، يعني كاس قل ربع تاع سكر ناعم، نص كاس تاع مايزينا، وكاس قل ربع نتاع زيت. هنايا هذا المكون اللي يعطيها بنه على بنه، مغرف كبيره نتاع مربى المشمش ولا معجون المشمش، يعطيها بزاف بنه، يعطيها طراوه، تجي تذوب ذوبان. هاد الوصفه البنات تجي ما شاء الله. وتشوفوا المكونات قليله وغير بالزيت البنات، اقتصاديه. هنا بعد ما خلطت هذوك المكونات السوائل مع بعض غير بالفوي ولا بيدينا البنات، دوك خفاين دامجوا لنا، نبدا نضيف الفرينه، نضيف الفرينه بالتدريج. وعندي 10 غرام تاع خميرات حلويات. هنايا نبدي نلم في العجينه تاعي، وما نعجنوش العجينه البنات، غير بالاصابع تاعنا نلموها وحتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتكون تلصق في اليد البنات، باش تجيكم هاد الحلوه تذوب يا الزينات. وصفه ولا اروع، تصلح لكامل المناسبات نتاعكم، ديروها حتى لضيافكم، ديوها معكم في يديكم، ما تحشمكمش، تجي بنينه بالبزاف. هنا البنات نكمل نطم العجينه تاعي، ودائما نتحسوا العجينه بهذيك اليد اللي تكون ناشفه باش نعرفوا القوام تاع العجينه وين راه واصل. هنا راني غادي نكمل نطم العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه، قلت لكم نخليوها تلصق باش تجيكم تذوب. هاد الوصفه ناكد لك لازم تجربيها. ومع درنا لها هذيك المغرف تاع المعجون المشماش يا البنات، يعطيها واحد الطراوه واحد البنه ولا اروع. هناني غادي نكمل نلم العجينه ونحس ونتوشي البنات بهذيك اليد نتاعي اللي راها ناشفه باش نشوف القوام تاع العجينه وراه واصل. هنايا شوفوا البنات خليتها تلصق، وجبت السنيوه تاعي فرشوا لها بابي كويسون. شوفوا البنات كي راه تلصق، راه باينه بلا تلصق. الا شفتوها غبنتكم ديروا يداتكم شويه شمخوهم هكا بالزيت غير ابان، وشكلوهم باش ما تعذبكمش. الشكل البنات والحجم تقول عد ليكم، كاين اللي بغى الحلوه كبيره، كاين اللي بغيها صغيره. من الافضل البنات ديروها شويه صغيره بس فيها 10 غرام تاع خميره الحلويات، تزيد تضاعف الحجم نتاعها. غادي نكمل الكميه اللي راها عندي كامل وتعطيكم كميه ما شاء الله تبارك الرحمن. تعطني 44 حبيبه البنات، والحبيبات البنات كبار ما شاء الله. هناني غادي نكمل كامل الكميه اللي راه عندي. وهنايا بدون طابع البنات، هاد الوصفه سهله، تجيبوا هكا صبعكم وديروا ثقب في الوسط. شفتوا اقتصاديه غير بالزيت بدون طابع، خفات تشكلوها خفات توجدوها، والاهم من هذا بنينه بالبزاف. هنا نكمل ندير هذاك الثقب في الوسط وندخلها طيب البنات، ندخلوها في الكويزينيير نتاعنا. بطبيعه الحال راها شاعله، كي بديت نخدم راها شاعله الكويزينيير نتاعي. نشعلها غير من تحت كي نشوفها بدات تحمر من تحت وطلعت وكامل نشعلوا لها دي تحميره من الفوق. من الافضل البنات تحمروها من كلتا الجهتين باش تجيكم بنينه. هنا بعض الناس بعد ما حمرتها شوفوا الشكل واللون اللي تحصلت عليه، شوفوا ثاني تضاعف الحجم نتاعها. هنا التزيين عندي البنات شويه تاع معجون مشماش، ونزيد له شويه تاع العسل.
من الافضل البنات ديروه نص عسل ونص معجون، يعطيكم بنه ولا اروع وقوام ولا اروع، تجي بزاف بنينه. بهاد خير ملي البنات ديروا غير المعجون الروحه ولا ديروا غير العسل الروحه، كي تخلطوا هاد زوج مكونات يجيو ولا اروع. ونحاول نخلطهم غايه الغايه. وهنا نجيب الحبيبات تاع الحلوى نتاعي البنات، ومن الافضل البنات تجيبوا بانسو كيما هكذا وتدهنوا الحبيبات نتاعكم كامل بهذه الطريقه. ما تديكمش بزاف المعجون وما تجيكمش مغنجقه بهذه الطريقه، ونغمسوهم في نواه كوكو بهذه الطريقه اللي كنت تشوفوا معايا. غادي نكمل كامل الحبيبات اللي راه عندي بنفس الطريقه، وكديروهم بالبانسو يكون عملي احسن بهذه الطريقه اللي كنت تشوفوا فيها. هنا نكمل كامل الكميه اللي راها عندي بنفس الطريقه. هي دي الكميه اللي عطاتهاني. هنايا عندي هذاك المعجون ولا كونفيتور اللي بقالي نديره في الوسط هكا كتزيين، ويزيد الناس انا في البنه. هذه هي الوصفه تاع اليوم البنات، الوصفه ولا اروع، سهله بسيطه اقتصاديه وناجحه وتذوب ذوبان. نقسمت معكم حبيبات تشوفوا البنات، شوفوا تجي خاويه، تجي ما شاء الله، تجي تبارك الرحمن. ان شاء الله البنات تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتنال اعجابكم. وما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر باذن الرحمن. سلام.